أول إجراء هو الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة اللي عندها الأبناء. كيتعلق الأمر بمنحة شهرية عن كل طفل لم يتجاوز 21 سنة، وذلك وفق الشروط التالية: منذ ولادته وإلى غاية 5 سنوات يمنح كل طفل دعما قيمته الشهرية. نبداو ب 200 درهم في 30 ديسمبر 2023 وتستمر خلال 24، ونديرو 250 درهم في 2025 ليتم رفعه إلى 300 درهم شهريا للسنوات الأخرى ابتداء من سنة 2026، من هنا عامين. أما بالنسبة للأسر التي يتجاوز عدد أطفالها 3 وعلى غرار التعويضات الممنوحة لأجراء القطاع الخاص، فستتلقى إضافة لذلك دعما شهريا يقدر ب 36 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس. هذاك الشيء اللي كاين في ليزاكوم على CNSS. بالنسبة للطفل في سن التمدرس فهو يحافظ على نفس الدعم ما بين سن 6 و21 عام في الوقت الذي يحصل فيه الطفل الذي هو في وضعية إعاقة على 300 درهم في 2024 و400 درهم شهريا في 2026. هاد لي مونطون كلهم شهريا. وتعزيزا لمكتسبات فئات أطفال النساء الأرامل المستفيدين سابقا من برنامج دعم، وستواصل الدولة منح 350 درهم شهريا عن كل طفل إلى غاية نهاية سنة 2024، ثم 375 درهم عن كل طفل سنة 2025 و400 درهم ابتداء من سنة 2026. واستدامة للآثار الإيجابية لبرنامج تيسير وتشجيعها لمواصلة التمدرس، تقلص قيمة الدعم في حالة انقطاع الطفل عن الدراسة. خصنا ندفعوا بالآباء بأنه يقرروا أولادهم.